نرحب بالجميع اللي حضروا يعني في هذه الندوة الأخوية. نتمنى أن يتم فيها عرض كثير من المعلومات والأشياء التي قد تكون مغيبة علينا من الحاضرين. طبعا نرحب أولا بالدكتور عبد الله الشامي، دكتوراه في الفقه المقارن بجامعة مانشستر، مدرس فيها الدراسات العربية والإسلامية. أيضا نرحب بالأستاذ المحامي جميل شرف القدسي، طبعا صاحب كتاب الدين بين العقل والنقل. أكرر الترحيب بالجميع كل باسم وصفته، كل من حضر باسم المركز اليمني الأمريكي الثقافي، ممثلا بالأستاذ عبد الجليل أحمد، طبعا القائم على الندوة والمرتب لها. أتمنى أن نقضي وقت ممتع مع الأساتذة. السلام عليكم، حياكم الله، يا اهلا وسهلا بكم في هذه الامسيه الجميله ولطيفه، وسعداء بحضوركم، وشكرا لكم فردا. والمركز الثقافي اليمني الامريكي يعتز باستضافه هذين العلمين من اعلام الفكر والثقافه اليمنيه في المهجر الامريكي والكندي. ولا يفوتني ان اتقدم بالشكر الجزيل للإخوة الذين ساعدونني في تنظيم هذه الندوة، الأستاذ جميل شرف القدسي، والأخ العزيز والشاب النبيل توفيق ناصر، ومحمد جميل، وإبراهيم العسيري، وكل من تعاون معنا. وأيضا نرحب بالأخ علي منصور الشميري، أيضا أحد القادة المفكرين والمجتهدين والذين لهم دور، ويعني دائما في صف الفكر والثقافة والعلم، ومن الناس الذين قدموا حديثا إلى الولايات المتحدة الأمريكية. شكرا لكم على الحضور، وإن شاء الله تتجدد اللقاءات وتستمر الندوات، ونكون يعني عبارة عن بنية، نواة لحركة وحراك فكري ثقافي اجتماعي روحي في الجالية اليمنية هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالذات في مدينة ديربون التي يطلق عليها عاصمة العرب الأمريكيين. شكرا لكم، ونرحب بالضيوف الدكتور عبد الله الشامي والأستاذ جميل شرف القدسي باسمكم جميعا وباسم كل من يشاهد هذه الندوة. نبتدي بالدكتور عبد الله، يتفضل مشكورا. هذا يعمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الإخوة الكرام، اسمحوا لي بداية أن أشكر أخي الفاضل الأستاذ عبد الجليل على تكرمه ودعوته لي بالحضور والمشاركة، وسعدت بزيارتي لديربن في ميشيغان باللقاء وبالمركز، وأثارت كثيرا من الذكريات المشتركة بيني وبين الأخ عبد الجليل. وكانت سعادتي أيضا غامرة بلقائي بأخي وزميلي وصديقي الأستاذ جميل، فقد كنا معا في جامعة الحديدة. وأيضا الأستاذ علي، ما كنت أتوقع أن أراه في هذا المكان. وهذا الموضوع هو موضوع حواري، لا يعني ذلك أننا سنقول فيه ما لا يقال بعده، فممكن للحضور أن يساهموا ويشاركوا كل بما لديه. والجانب كما ترون في العنوان، الجانب الإنساني هو أصبح مفقودا بكل أسف
في عالمنا المعاصر، وهناك انتقاءات للجوانب الإنسانية، وهذه الانتقاءات بكل أسف إذا بحثنا نجد أن مصدرها واحد. دائما الإنسان عدو ما يجهل، فمن لا يدرك أهمية وحدة الإنسانية بغض النظر عن اللسان وعن الديانة وعن الألوان، لأن الجامعة الأساسية لبني الإنسان هو الإنسانية، والإنسانية تتمكن من الإنسان إذا أحس الإنسان بأن لديه مسؤولية تجاه الآخرين. والديانات كلها والتاريخ والحضارة ركزا على إبراز هذا الجانب سلوكيا ونظريا ومعرفيا. ولنضرب أمثلة حية حتى تتضح الصور. حين نقرأ أن في التاريخ العثماني، لا نريد أن نبدأ بالجانب الإنساني المبكر الذي حصل في الجزيرة العربية حينما وجد دين جديد الذي نحن نعرفه ونتبعه وهو الإسلام، لكن سنأتي إلى القرن السادس عشر حين كان سليمان القانوني، السلطان سليمان القانوني خليفة للمسلمين، وهو السلطان الوحيد الذي حكم العالم كما كان يسمى السبعة الأقاليم والثلاث القارات. اليهود نالوا أشد العذاب وأقصاه من الأسبان، فاستغاثوا في عصره به. وكما يقول المؤرخون: لولا تدخل سليمان القانوني وحمايته لليهود ما كان بقي أحد في هذا من اليهود في ذلك البلد وفي تلك الفترة الزمنية. وهذا الذي يذكره المؤرخون، أن سليمان القانوني حينما جند جنوده وحمى الجالية اليهودية ما كان يربط بهم إلا الجانب الإنساني فقط، والجانب الإنساني يظل حيا مهما مرت العصور والدهور. كنت سأذكر مثالا آخر، كنت في زلامسي وهي مدينة تقرب من ميونخ لألمانيا وهي تبع النمسا، وأنا في محطة القطار سأتجه منها إلى ميونخ في ألمانيا. وكان في إجازة الأسبوع هناك شخص يوزع منشورات تتبع كنيسته، كان ينظر إلي بطبيعة اللون والشعر أختلف، لست منهم، فقال لي، نظر إلي ثم قرب مني ثم تحدث معي قائلا: من أين أنت؟ فعرفته بنفسي، والغريب مباشرة قال لي: أوه، هل تعرف لولا أنتم ما كنتنا اليوم حي؟ وهو كبير بالسن، يعني يومها كان فوق 60، يقرب من 70، هذا تقديري الخاص. فقلت له: وما الأمر؟ قال: أنا نمساوي، وأنا الآن أوزع من الكنيسة لأتباع وأجمع أتباع لكنيستي،
ولولا أنتم المسلمون، هكذا قال، وهو يقصد يومها بالمسلمين الخلافة العثمانية سليمان القانوني. كان الكاثوليك قتلونا لأننا بروتستانت، وقال لي أنا بروتستانت وتلك كنيستي. فكان ممتنا، قال ولجانب إنساني حمونا منه. فالجانب الإنساني إذا اعتصر بالمبادئ والأخلاق التي جاءت من الخالق للعبد واتسمت واتصفت فيه، تكون مثمرة وتوحد. المشكلة القاتلة التي هي سبب كل هذا الإشكال وما يحدث في كثير من الدول، وأخص الشرق الأوسط لأن دراساتي مركزة عليه، هو يعود إلى عدم فهم، لا أقول الساسة بل المجتمعات الغربية وغير الغربية لمعتقدات أولئك القوم. وسأضرب حتى تتضح الصورة بمثال. في سنة 1907 رئيس وزراء بريطانيا كامبل بن ريمان سوى مؤتمر، عمل مؤتمرا، وأقول هذا الكلام وأنا أخذت بنود هذا المؤتمر ودرستها لأحد طلابي في مادة عن الفكر والثقافات. المؤتمر دعا له 7 دول ليس من بينها ألمانيا، حضروا في بريطانيا، ثم سألهم سؤال واحد رئيس وزراء، وبالمناسبة ما سأقوله متوفر الوثائق والمادة أدبيات المؤتمر موجودة في النت على الإنترنت، لكني أنا الحمد لله حصلت عليها من المتحف البريطاني. قال لمن معه 7 دول رؤسائها وملوكها الذين حضروا، قال لهم هل تعرفون لماذا دعوناكم؟ قال له لا نعرف. قال لهم هل تعرفون أين تعيشون؟ قال له نعم. قال لهم نحن نعيش في زاوية من العالم، سنموت إن لم نتخذ التدابير السريعة. قال له نعم نفهم ذلك. قال وزعوا عليهم الخرائط، وزعوا عليهم الخرائط. فوزعوا الخرائط وهي خرائط الدول العربية، مش الدول المناطق العربية تلك الأيام كانت. فلما نظروا إليه قال له نعم قال هذه هي ثروة، وهي المركز الأساسي والمصدر الأساسي للأمة. نعم الآن هم لا يجدون ماء يشربوا، لكن الثروة عندهم. ولذا لكي نعيش نحن علينا أن نستغل هذه المنطقة. قال له وما الحل؟ قال الحل واضح. أول شيء نعمل في تلك المنطقة أننا نزرع جسما غريبا. شوف هذه 1907 لم يحدد أي جسم، والوثيقة بالإنجليزي تقول هذا الكلام. نزرع جسما غريبا يحقق لنا 3 أهداف. الهدف الأول الذي يحققه لنا أن يقطع الصلة بين المشرق والمغرب. قال لهم انظروا نحن مجتمعون 7 دول نتحدث لغات مختلفة ونحتاج مترجم. قال لهم هؤلاء الناس من المشرق إلى المغرب لا يحتاجون من يترجم بينهم لأن لغتهم واحدة، يتحدثون نفس اللغة. وبالمناسبة هذه اللغة ما سبب انتشارها إلا الإسلام. هذه واحدة. قال له نعم. قال
يعزل المشرق عن المغرب. ثانيا، لابد أن تزرع في هذه المنطقة الولاء الكامل للغرب، الذي الجسم الغريب هذا يكون ولاؤه الكامل للغرب. أول شيء العزل، ثانيا الولاء. ثالث شيء وهو الأخطر الذي من ذلك الحين إلى اليوم وإلى ما شاء الله إلا أن يأذن الله، أن يعطل نهضة الأمة العربية. لا يوجد شخص يأتي يقود، قال لهم لو هذه المنطقة لا ينقصها إلا قائد، لو وجد هذا القائد نحن متنا. وبالتالي لنعرف أن في تلك الفترة بعد ما انتهى المؤتمر وأدبياته، حايم وايزمان اليهودي المشهور ظهر بعدها بفترة، قال لهم نحن قادرون على تحقيق هذا الطلب لكم ونلبي هذه الشروط، بس لنا شروطنا، وتم الاتفاق. في هنا من خلال الأدبيات وضعوا الشروط وكل شيء. نحن نرى ما يجري هناك الآن، وليس هذا بيكون الأول البداية ولا النهاية، ولكن الذي أوجد هذا الجسم الغريب مستحيل يسمح له بالانهزام، شئنا أم أبينا. ممثلة الشخص الكل يعرف من نقصد، هذه وبالأخص تقودها الدول الكبرى، مستحيل تترك ذاك الجسم الغريب أن يهزم. والدليل على ذلك التقاطر الذي حصل وسيحصل وسيستمر. والمأساة الأكبر الذي ينقصنا القائد للمنطقة الذي سيحمي الأرض والعرض ويطور وينبت، هم وضعوه لا يقدم ولا يؤخر، وإنما هو عنده ولاء لمن وضعه. فلذلك الإنسان عبد سيده. وهنا في التاريخ من لم يقرأ التاريخ بكل أسف كل المصائب التي ابتلينا بها سببها قرار مؤتمر 1907. وللعلم من أراد أن يقرأ ويفهم المسألة، في كاتب من أعظم ما أنجبت الأمة، أنا قرأت كل كتبه، ودائما لا نصدق أحيانا عندنا نحن في الفكر تطور غريب وسيء، أننا إذا اختلفنا مع أحد أخرجناه من القائمة التي نحن فيها. هذا الكاتب ألف كتابا في سنة 1948 اسمه الشرق الأوسط، المشكلة والحل. كتاب موجود PDF، اقرأه متعة، بس يجيب لك تحليل سياسي صحيح. نحن نعرف أن الشرق الأوسط، هذه المنطقة التي فيها الجسم الغريب، مميزة ب3 أشياء لا توجد إطلاقا في أي دولة ولا في أي بقعة من على ظهر الأرض. 1، لذلك لن يسمحوا. 1، مهبط الرسالات. الشرق الأوسط مهبط الرسالات. هاتوا لي نبي أو رسول وجد في غيرها، في الشرق الأوسط. 2، مكان الحضارات، لا توجد حضارات في العالم قديمة إلا في الشرق الأوسط. 3، أرض الثروات، لا توجد في أي بلد في العالم ثروات بقدر الثروات الموجودة الآن في الشرق الأوسط. وعليه قرأت مقابلة في 1900 تقريبا و98
لوزير خارجية أمريكا مع أنور إبراهيم، كان نائب رئيس وزراء ماليزيا قبل ما يدخل السجن، لأن هو رئيس الوزراء. المهم سأله سؤال واحد، وزير الخارجية الأمريكية يسأل أنور، والمقابلة قرأتها في الجريدة يومها الماليزية. قال له: أجبني، أنتم في ماليزيا عندكم بترول، الفلبين والصين على حدودكم ما عندهم. وذكر كذا دولة. قال له: لماذا البترول يوجد هنا والذي بجانبك لا يوجد؟ بروناي فيها بترول، الدول المجاورة لها ما فيها بترول، هكذا. فأجابه أنور قال: نحن خلقنا في مكان لا ندري أننا سنخلق فيه، فمن خلقنا هيأ لنا هذا لغاية نحن نعرف بعضها والبعض الآخر نحن لا نعرفه. أنتم تفقدون هذا الجانب. وعليه سبب هذا التحدي الذي نسميه التحدي هنا ممكن نلخصه تحدي ثقافي، تحدي حضاري، تحدي مدني، تحدي غزو. أنا بطبيعة تخصصي وأقدر أعطيكم لستة من الكتب لكبار المفكرين في الغرب. الإعلام الذي نسمعه الغربي دائما هالة إعلامية قوية تقلب الباطل حقا والحق باطل، لا نستطيع أن نجاريها، ونعرف أنها مملوكة للصهيونية. والكثير ما يدرك الفرق. ما يوجد بيننا وبين اليهود خلافات كبيرة، في خلافات بس ما هيش اليهود مش مشكلة، لأن اليهود كانوا جيران النبي في المدينة وموجودين في اليمن إلى اليوم، موجودين في كثير من الدول. لكن الصهيونية الخطيرة هي التي تحكم العالم. ولو تسأل أي واحد من هم، أسماءهم مخفية تماما على هذا. الشاهد من هذا أن نحن نعاني في منطقتنا وفي كل مناطق بسبب هذه الحروب، ووضعوا عدوا أمامهم وهو يواجه هذه الهالة من القوة بجهلهم عنه. كل من يعادي ديانات تلك المنطقة، ثقافة تلك المنطقة، حضارة تلك المنطقة، هو لجهل. حتى المسلمين بكل أسف لا يعرفون دينهم، ويعلم الله أنهم لم يعرفون منه سوى الانتماء، لا يعرفون لأنهم لم يدرسوا. ثانيا فاقدين للموازين التي يفترض أن يتمسكوا بها ويحتكمون إليها في حال خلافاتهم. يعني لما نقرأ لكتب، والآن فقط مثال، سأعطيكم بعض الأمثلة لأنه بطبيعة التخصص. توجد الجامعات في الغرب عندهم قسم ماذا؟ قسم Middle Eastern Studies which include Islamic Studies inside it. Islamic Studies, put 10 underlines. هل ذا المصطلح Islamic Studies موجود موجود في تاريخنا وفي ثقافتنا وفي حضارتنا؟ خذ $10,000 الآن إذا قدرت تطلع لي من أي مرجع قديم إسلامي موجود فيه هذا المصطلح. ما يوجد، لا يعرفه، لا يوجد عندنا هذا. شوف فين بدأوا يغيروا لك. إذا غيروا ملامحك سهل عليهم يغيروك مستقبلا. Islamic Studies مصطلح غربي بحت لا يحمل الثقافة الإسلامية. عندنا حاجة اسمها الدراسات الإسلامية، عندنا حاجة اسمها العلوم الإسلامية. هم يستخدمون Islamic Sciences، يستخدمون ولهم هدف. طبعا أول من وضع هذا هم المستشرقون من أتباع الكنيسة في القرن السابع الهجري الذي كان يرافق الحروب الصليبية، البابوات حق الكنيسة. هذا التاريخ الغربي موجود فيه، توجده مكتوب فيه. هذه واحدة.
كل مرة يطلعوا لنا بمصطلح. هناك مصطلح مهم الآن اختفى، هذا ظهر في 1990 وما بعدها إلى 2000 وشوية، فاندامنتاليزم. هذا المصطلح مشرفي للدكتوراه، ما كان طبعا هو من أصول مسيحية لكن كان ملحدا، فأصيب بمرض رحمه الله بالسرطان وهو شاب، يعني عمره كان 48 لما توفي. لما أصيب بالسرطان قبل أن يموت رجع للكاثوليكية حق جدوده. المهم، لكن كان إنسان نبيل، كان يكتب للBBC ويصحح لها ويترجم لها. المقال كتبه وأعطاني إياه، يشرح لهم كلمة فاندامنتاليزم، يقول لهم هذا الإعلام يستخدمها والصحافة، هذه كلمة فخر عند المسلمين وليست كلمة ذم، لأن المسلم يفتخر بالتمسك بأصوله، تمام، بأصوله، لأنه هذا دينه يقوم على هذا. هذه واحدة وصحح لهم. الحاجة الثانية، نحن نقرأ، نحن الأمة العربية والإسلامية نتبع، مهووسين باتباع الغرب على عمى. مصطلح الأقليات هذا نحن نتكلم علم. إذا وجدت في كتب التراث الإسلامي كله مصطلح الأقليات الآن موجود، يكتبون ذولا ينقلون على عمى، خذ جائزة. ما في، لأن احنا لا يوجد عندنا مصطلح، لأن الناس سواسية إنسانيين، ما في عندنا ذي أقليات وذول أكثريات. وبالمناسبة هذا المصطلح هو مصطلح سياسي، لأنه في القانون الدستوري في الغرب المواطنة، مثلا في كندا لما تمتحن للجنسية أول سؤال يقول لك ماذا يجب عليك أن تعمل بعد أخذك الجنسية؟ أول ما تأخذ الجنسية أنت ملزم بماذا؟ من يتوقع ماذا في كندا؟ أول شيء ملزم به بعد أنت كندي، أصبحت كنديا، ما هو الشيء الذي يجب عليك أن تقوم به؟ الانتخابات. أول بشأن الجنسية هذا الانتخابات. شوف ما معنى المواطنة في الدستور؟ المواطنة يعني المشاركة. فأنت إذا لم تشارك تكون فاعلا في صناعة القرار، فأنت بالتحديد رموك أقليات، بغض النظر عن اعتقادك أو ولايات. أقليات، يلا روح. أقليات يعني أنت من الرعاية، لست مواطنا حقا. المواطن الحق هو الفعال في النظام. والله إن لدينا فرصة في الغرب أن نعرض بضاعتنا، لكننا لسنا تجارا فالحين ولا محامين ناجحين، فاشلين بمعنى الكلمة. وسأعطيك مثالا عن الجانب الإنسان لنفهم كيف الناس يبحثون عن من ينبههم وينورهم، وبهذه الصراعات ستنتهي، التحديات ستذوب لو تفهم كل منا الآخر. بالمناسبة أنا عضو في اليونسكو في ثقافة أنا والآخر وكلام هذا، لكن كان في مؤتمر في البرازيل قدمت فيه ورقة بحث كان حول الديانات، من ضمنها الديانات كلها، هندوسية، ديانة أسميها أنا حتى سميتها في كتابي revealed religions وhuman made religion. فالديانات هذه التي هي سماوية أو ديانة بشرية عملوها، مجتمع في هذا. جاء لي بعد أسبوع رد، قالوا من السكرتيرة قالت لي نعتذر عن قبولك في هذا المؤتمر ونرجو أن تقبل حفاظا على مشاعرك، لأنك من ديانة صح موجودة في المؤتمر، لكن كل الديانات هدفها مهاجمة هذا، ولا نريدك تقع في موضع لا تحسد عليه، يهاجمون. فردت عليهم أنا يسعدني الهجوم
من اعتقادي وعندي، لأني أعرف هذا. قالت لي: وما هو اعتقادك؟ قلت لها: سأرسل لك. فأرسلت لها القرآن، نسخة من القرآن، هي تجد الإنجليزي. وكانت بيننا مدة سنة حوارات، إيميلات وتسأل أسئلة. آخر مرة أرسلت لي بصورتها وهي على السجادة، أسلمت وطردت من الكنيسة. قالت لي: طردوني من الكنيسة لأني أسلمت وتركت حتى شنطتي ما خلوني أخرجها إلا خرجته معي ما أهديت لي من القرآن، الدين الحق. يعني مثل ما طردونك بالأمس طردونك. فتصوروا أيها الأخوة، الجانب الإنساني هو الرحمة اللي بيكبني الإنسان وعدم الاعتداء على الآخر. مهما مكنتك حريتك، الحرية لها حتى في القانون، هنا عندك حرية سوي ما تشاء، لكن أتحداك في الساعة 10 ليلا تفتح الديسكو بجنب جيرانك، أو إذا كنت في شغل ممنوع بالقانون. ليش؟ لأن حريتك تعدت، هذا مش وقت الحرية. في احترام للآخرين، حيثما تنتهي حريتك حيثما تبدأ حرية الآخرين. فهذا الجانب الذي أنا أود أن أركز عليه، ما نراه الآن في العالم كله. لو عملنا جميعا على شرح معتقداتنا وثقافاتنا وتاريخنا وحضارتنا للآخر كما نعمل في اليونسكو، ربما تجاوزنا كثير. أنتم تعرفون من هو المنظر للباتينج اسمه هذا في هو بريطاني وأقام في أمريكا، سأذكر لكم الآن اسمه. هذا المنظر لوزارة الدفاع الأمريكية توفي، هو بروفيسور في الدراسات الشرقية وله كتبه موجودة. رجل عنصري متحامل على الإسلام والكل. وإذا أنتم ما تعرفون، في واحد مؤرخ الله يرحمه سوري اسمه سهيل زكار، هو خريج جامعة لندن، كان هو هذا مشرفه. هذا الرجل الآن آخر كتاب مات الله يرحمه، بس كان على مستوى التاريخ أثورتي. ألف كتاب، آخر كتاب ألف كثير، 900 مجلد عن الحروب الصليبية، تاريخ الحروب الصليبية، 100 مجلد. كم قضى فيه هذا الرجل سهيل زكر، معروف، وبالمناسبة حواراته توجدها على النت كثير، ورجل موسوعي. هذا الذي المستشرق هو كان المستشار حق وزارة الدفاع الأمريكي، وهو من قال، هو الذي قال المقولة: انتهى الاتحاد السوفيتي وبقي أمامنا الإسلام. هو الذي قاله وموجودة في كتابه. هانتينغتون، مت هانتينغتون واحد هو نقل عنه هذا، سأذكر لك اسمه الآن. المهم، وكثير من المستشرقين، وسأعطيكم نماذج حية لأني عشتها في جامعة مانشستر، أوريكم كيف التضليل، لأن التضليل والأكاذيب في الإعلام هي موجودة في كتبهم. التشويه. في بروفيسور اسمه كولين أمبر، هذا بروفيسور مشهور في التاريخ العثماني، كتبه موجودة، جوجل هنا كتبه موجودة. سوى محاضرة International Society لها فرع عندكم، لها فرع في كل مكان. سوى محاضرة، تعرفون ماذا عنوانها؟ هو متخصص في هذا. عنوانها Sex on Slave Girls in Islamic Law، الجنس مع الإماء في القانون الإسلامي. علقوا العنوان International Society، بتكون بروفيسور كولم سوى العنوان. يومها كنت أنا لسه صغير ومتحمس، رحت أكلم زملائي السعوديين والعرب والمسلمين، نحضر، ممكن يقول أشياء مو صحيحة، نصحح للناس. الذي يحضر الأودينس هنا لما تلقي محاضرة للأمريكا، الأمريكان ترى مساكين ثقافتهم بسيطة، الغرب كله مهمومين بالعيش والضرائب ما يقرأ ولا يعرف ولا يهتم، لكن لما يسمع يصدق لأنه ما يتوقع منك تكذب عليه أو تضلله. المهم،
بكل أسف لم يحضر القسم الذي كنت أحضر فيه الدكتوراه. كان في حوالي 50 طالب عربي إن لم يكن أكثر من الخليل، ما حد حضر. مشرفي حضر، كل الأساتذة في القسم حضروا ناس مليان القاعة حضر. فالرجل كان باحثا، هو فعلا باحث دقيق. كان يذكر كالآتي، يقول: ذكر الإمام الكاساني في كتابه بدائع الصنائع في الجزء 7 صفحة 105 قال: وإذا نام مالك الأب مع جاريته وأعطاها بعد ذلك لابنه فما حكم ذلك؟ يقولوا الحضور يعني كيف يشتركون الاثنين في هذا؟ بس يقول وما حكم ذلك، ويذكر وذكر كتاب كذا في مسألة بالضبط، كتاب يذكر من كتب المذاهب كلها الإسلامية أمام الناس. بعد ما خلص أخذت المحاضرة 1.5 ساعة تقريبا. بل هنا يجب الواحد يساهم يوضح. رفعت يدي، فهو هو في القسم يعرفني، اللي تفضل. هنا الخطأ. طلع أنت تعرف بنية الفقه الإسلامي كيف تكونت؟ قال لي كيف تكونت؟ طلع أنت تعرف أن الفقه الإسلامي كله مبني على التخيل المسألة قبل أن تقع وإظهار حكمها. Imagination. They are imagining an issue. If this happened, what is the solution? بس كل الفقه الإسلامي كذا. هو مش بالضرورة أن هذا حصل وقام. ثانيا هو ذكر قال: واليوم رئيس قسمي هو بروفيسور سميث، كان رئيس القسم، هذا متخصص في اليمن. بروفيسور سميث، ريك سميث، الآن كده عجوز، متخصص في اليمن من إيه إلى زد، وألف الدكتوراه حقه في اليمن، ومشرفه كان عسكري في الحامية البريطانية، وكان بعدين صار رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة كامبريدج، اسمه سيرجنت، بعد عنه موجود. المهم قال: وأعطاني رئيس قسمي هذه الورقة من كتاب ابن المجاور. سيرجن هذا مستشرق. أي ما كلهم مستشرقين. هذا سيرجن عاش فترة طويلة عندنا في الشمال. المهم بروفيسور سيرجنت، المهم قال بالحرف هو سميث يقول هذا الكولين نمبر، وأعطاني الورقة هذه ويجب علي أن أقرأها. يقول ذاك في واحد من المؤرخين اسمه ابن المجاور، قال: وذكر ابن المجاور أن 7 من أهل عمان من أرض اليمن، بيحفظوها في التاريخ، من أرض اليمن، لأنه في تلك الأيام في القرن السادس، ابن المجاور وجد في القرن السادس أو السابع، وهو يقول: وعمان من أرض اليمن، كانت 7 منهم يشتركون في جارية فيطرحوها في الخيمة، فإذا جاء الواحد ووجد حذاء صاحبه في البواب على الباب الخيمة لا يدخل عاد. فيقول هو بعد ذلك البروفيسور هذا الكولين أمبر حلل، قال: راجعوا النسب حق المسلمين، كم منهم زنا المحارم، راجعوا استخدام ذولا الجاريات في لأنهم كانوا يهدون من رئيس لرئيس في المخابرات، راجعوا الاقتصاد كيف كان يقوم عليه، تحليل منطقي، راجعوا. المهم فقلت له: وابن المجاور هو معروف عند المؤرخين لا وزن له، لأنه تاجر، فكان يقول أشياء ليست في الغالب صحيحة، والدليل على ذلك أن هذه القصة التي رواها لم يذكرها غيره. هل عندك مصدر ثاني؟ ابن المجاور يعني ليس مؤرخا حصيفا، هو تاجر يبيع بضاعة، يمشي يوجد يكتب، لكن لا يتأكد ولا يتيقن، فابحث من هذا. والذين أقول المعرفة هي السلاح. نحن الآن يا إخوة، وأقولها لكم بصراحة وتعلموها، لماذا نحن الآن بكل أسف صرنا طوائف، صرنا وكل واحد يعادي الأخرى، والله لا أصل لها في الدين، وإننا سنعاقب وسنسأل أمام الله، الحياة منتهية. واليوم الإمام قال لنا أن 2 إخوة ماتوا فالواحد يتقي الله،
عندنا طائفتين هي الكبيرتين الخلاف بينها سموها الشيعة والسنة. هذا مصطلح سياسي لا علاقة له بالموضوع، مصطلح سياسي. وسأعطيك مثالا. الغرب كله في الجامعات الغربية كلها من يدرس ويقبل هو واحد من هذه الطوائف، يا 12 يا جعفري يا بهائي يا إسماعيلي. وأكبر جامعة الآن لتنشر الديانة الإسلامية ومتخصصة في لندن هي الجامعة الإسماعيلية في لندن، ورئيسها البهر هذاك العجوز الكبير الملياردير. المهم، ما أريد أن أقوله بكل أسف، بريمر لما سئل من أهل السنة حق الفلوجة قالوا لماذا تفضل الشيعة، وكان صادقا بريمر فيما وصف، قال إنها they have one address. You Sunni people have so many addresses. عندنا تجرؤ على الدين من الجاهل، كل واحد يدعي وكل واحد جر له بقرة وعمل نفسه إمام. بما أني أتذكر في عهد رسول الله كانت الفتوى تأتي والصحابة جالسين، تعرفون كل واحد يرفض يقول له روح لفلان، روح، يمر على السبعة ولا واحد منهم يفتيه يرجع للأول. لماذا؟ كانوا يخافون. عندي كتابي هديته للمركز اليوم فقط من باب التدوين للمعرفة. تتبعت نشأة الفقه مثلا، تعرفون أنه كلمة حلال وحرام لم تظهر في كتب الفقه إلا بعد القرن الثالث الهجري. مالك ومن ألف في عصر أبو حنيفة شافعي ما كانوا يستخدمون، والذي بعدهم يستخدمون، خوف من الله، عندهم زهد، عندهم ورع، ما يقول لك هذا حرام هذا. عندنا الآن يفلتها لك كأنه يا رجل يجلب قاط يرميه كده ولا يهمه. بما أنه كانوا يقولون مصطلحات نفسي تكرهه، لا أقبله، لا أرتضيه، خوفا منهم. ولا تقولون لما تصف ألسنتكم الكذب، هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب وأنتم لا تعلمون. هذه القصة هي هذا الكتب موجودة أمامنا، ولكن هذه صعب المراس. لذلك لما امتحن طلابي للدكتوراه على طول ما وجدت طالبا ممن امتحنت وهم أكثر من تقريبا 100 للدكتوراه أو الماجستير، ما في طالب منهم يراجع المصادر الأساسية التي كتبت من القرن الثاني، لأني عملت تصنيف لأول كتاب وجد إلى القرن الخامس، كلها بعد السادس والسابع. لماذا؟ لأنه ذيك صعبة وعرة، لغتها عربية فصيحة، صعب عليك أن تفهم، وبالتالي يروح للكتب السهلة. وهذه الذي نحن نسميها مرحلة النشأة من الثاني إلى الرابع، ومرحلة التصنيف من الرابع إلى السادس، ومرحلة الذي ما بعد التصنيف الذي هي كلها نقل وحواشي إلا فيها شوية إبداعات، وهي إلى اليوم هذا. فلذلك لو عرفنا الطريق لديننا وفهمناه وعرضناه للناس، وهذه مسؤوليتنا فعلا، نحن نكون قد خدمنا الأمة هذه قبل ما خدمنا الأمة الإسلامية. نريد نخدم هذه الأمة بتعريفهم بالحقائق. الحقائق مغلوطة. معظم الناس، أنا كنت في مؤتمر في جامعة شيكاغو. Do you know what I found؟ يعني واحد شخص من ما أريد أكون ريسست وأذكر اسمه، المهم جنسيته من النوع الذي هو الأفريكان الذي جو هنا. المهم سألني، كنت أسأله عن شيء في مسكن الجامعة انترناشونال ستودنت، قال لي Do you speak Islam؟ اسألني هذا وهو كبير، ما هو. قلت له ما في لغة اسمها. قال لي كيف؟ قلت له هذا إسلام دين. فالذي أقوله كثير من الناس ينتظرون بشغف مننا أن نعرض لهم الحقائق الحقيقية، وأن نرفع هذا الخلاف وهذا التحدي وهذا العناد وهذا كل واحد منا وكلهم يتربصون و والله لو لم يعملوا هذا لانتشر هذا الإسلام. وشوفوا كيف ينتشر، يعني الناس يقرؤون، لما يقرأ الإنسان يدخل في الديانة. ذا واحد من طلابي أسلم، ها هو بروفيسور في جامعة حمد، هو بريطاني، بروفيسور
راح شوف اسمه جيفن وهو أسلم ما شاء الله، والآن يدرس الدراسات الإسلامية أما باللغة الإنجليزية. فالذي أقوله دائما يا إخوة، مشكلتنا الجهل ولا ندري أننا لا نجهل. وما أعظم علماء المنطق في الإسلام الذين سموه جهلا مركبا. الجهل المركب هو أن تكون جاهلا ولا تعرف أنك جاهل، قالوا هذا جهل مركب. إنه هذه ما نفهم، ولا عندنا طاقة للقراءة ولا للكتابة ولا للمعرفة. ولو أردت أن أسرد لكم قيمة الزمن عند هؤلاء الناس وكيف كانوا، تصدق وتصبح خيال. لو أذكر لك بالأسماء، يعني مثلا بس مثال واحد، ابن جرير الطبري عندنا لما ننظر نحن في مدارس التفسير، رقم 1 في التفسير بالمأثور ابن جرير الطبري في تفسيره. تعرفون التفسير هذا اختصره إلى 17 مجلد. لما خلصوا قال لطلابه أنتم قادرون نؤرخوا للعالم، نكتب من يوم مولد الإنسان للآن. قالوا له كم سيكون؟ قال 200 مجلدا. قالوا له لا نستطيع، العمار تفنى. فأرخوا فصار 30 مجلدا. أظن أكتفي بهذا لأسلم لزميلي الأستاذ الجميل ليدلي بدلوه، فليتفضل مشكورا. نشكر الدكتور عبد الله الشامي على هذه المحاضرة القيمة وعلى تسليط الأضواء على هذه الجوانب المهمة والحيوية التي هي نعيشها الآن لحظة بلحظة وساعة بساعة في واقعنا المعاصر. يتفضل الأستاذ جميل شرف القدسي. الحقيقة فقد تكلم الدكتور عبد الله الشامي حول كثير من القضايا، ولا أدري يعني موضوع ندوتنا تتلخص في عنوانها حول التحديات الحاصلة أو الراهنة في هذا العصر وما تواجهه الأمة. والحقيقة أنه نحن في وقت فعلا فيه من التحديات الكبيرة حول كثير من القضايا التي تدار في واقعنا الراهن، وما يتطرق عليه من صراعات موجودة في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم. حقيقة كان يفترض أن نركز على هذا المدخل الأساسي. ما هي حقيقة الصراع الموجود في منطقة الشرق الأوسط؟ ما هو الدور الموكل للقوى العالمية أو للقوى المحلية في منطقة الشرق الأوسط لإدارة هذا الصراع؟ من المستفيد كما قال الدكتور عبد الله من زراعة قسم غريب في منطقة الشرق الأوسط؟ ما هي خلفية؟ هذه أسئلة يجب أن تطرح في الندوة ويجب أن نجيب عليها، يجب أن يدور الحوار حولها. بمعنى أنه من المستفيد من وجود هذا النزاع المستمر؟ ما هي الخلفية الميثولوجية أو الدين أو الجانب الديني في وجود هذا الصراع؟ هل الصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط صراع وطني قومي أم هو صراع ديني؟ وإذا كان الصراع القائم في منطقة الشرق الأوسط صراع ديني، ما هي الأسس والعقائد التي تخول لمجموعة من الناس بالقيام بزراعة الحروب وانتشار الكراهية ما بين الأمم؟ هذه حقائق يجب أن نتطرق إليها. إذا نقدر نقول بأنه الآن اللي حاصل في منطقة الشرق الأوسط هو صراع ديني ما بين فئتين، يعني نقدر نقول ما بين اليهود أو جماعة من اليهود. أنا طبعا لا أستعدي كل اليهود، ولا يجب أن نطلق كلمات نابئة نستحقر فيها كل اليهود أو نكسب العداء لليهود جميعا. ولكن في فئة معينة من اليهود يعني تدير صراع أو فيه نوع من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وهو كان عنوان ندوتنا والمحور الذي يدور حولها هذه الندوة اليوم في منطقة الشرق الأوسط والحروب وزراعة الكراهية بين الأمم والشعوب. هذا الموضوع هو المهم والذي يجب أن يدار النقاش حوله.
أما مسألة المسائل الفقهية واختلاف الفقهاء والفتاوى الدينية، يعني هذا موضوع جانبي، يعني ما ينبغي أن يثار في موضوع ندوتنا، لأنه نحن كنا نتطرق أو نتأمل إلى إيجاد الخلفيات الدينية أو الأساس الديني لقيام الحروب المستمرة في منطقة الشرق الأوسط. فأنا وجدت، أو من خلال قراءتي وجدت بأنه جانب الصراع لا يقوم على أساس وطني أو على أساس إقليمي نزاع سياسي، وإنما وجدت من خلال تصفحي لكتاب التوراة العهد القديم أن هنالك تنبؤات توراتية موجودة في سفر التثنية وسفر العدد تعطي حق ديني مقدس لطائفة لليهود، لطائفة معينة من اليهود، حقيتهم في البقاء في أرض في زمان ومكان من الزمن الجغرافي، وأعطت لهم هذه التنبؤات. طبعا هم يقولوا هذا الكلام عن الرب، أن الله هو الذي أوكل لهم هذا النص. وهي هنا المشكلة، هنا المشكلة دي يجب عليها نحن أن نتنبه. كما أنه يعني أنا لاحظت بأنه استطاعت هذه الفئة أن تجر معها العالم المسيحي في التأييد في هذا القراءة والتنبؤات الدينية، وهي مشكلة. ومن الملاحظ أنتم لو سمعتم نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل يقرأ من أسفار التوراة ما يخول له بأحقيته في امتلاك الأرض والأرض والمكان في المنطقة، يعني بما يوصل أو يؤدلج الحروب الموجودة في إطار المنطقة. هذا الإشكال الذي يجب أن ننقله ونصحح مفاهيمه. يعني المفاهيم الدينية التي حصلت في كتاب التوراة يجب أن يثار ويدرس ويناقش. هل هذه التوراة أو هل هذه العبارات التي أطلقت العنان لفئة معينة من اليهود بحق امتلاك المنطقة هذه، هل لهم الحق في إقامة دولة لهم تخصهم دون غيرهم من الناس؟ تنبؤات التوراة تقول بأنه هؤلاء الناس هم صفوة البشر، يعني لا المسيحيين ولا المسلمين ولا الهندوس يأتوا لهم، كل من حولهم هم سخرة، هم أميين، كذا يطلقوا عليهم في الكتاب في كتاب التوراة. فالحقيقة هو يجب أن ننقل، يعني يجب أن ننقل أبعد من ذلك. يجب أن لا ننظر إلى خلافاتنا الفقهية أو إلى خلافاتنا المذهبية. نحن الآن مش في هذا الصدد، نحن في صدد بأنه هنالك أمة أو شعب يضرب، شعب يقصف، شعب يدمر، والخلفية لهذا الصراع خلفية دينية. يجب أن نصحح هذه الخلفية، يجب أن نصحح. أنا في الحقيقة أصدرت كتاب يعني يتكون من جزئين، يتكلم بعنوان الدين بين العقل والنقل. تطرقت في الكتاب في الجزء الأول منه في ثلاث فصول، تطرقت إلى شرح المفاهيم المتعلقة بحقيقة النص الديني المقدس للعهد القديم. وتضمن هذا الكتاب الفصل الأول حقيقة التوراة أو التوراة قراءة مقارنة، والفصل الثاني يتكلم حول التلمود وتفصيلات التلمود، والفصل الثالث يتكلم حول الطوائف الدينية اليهودية، من أين نشأت وكيف نشأت وتاريخها. ثم تطرقت إلى الديانة المسيحية وذكرت الطوائف المسيحية وكيف نشأت. والحقيقة التي أنا يعني عرفتها ضمن من خلال قراءتي المقارنة، وجدت بأنه أول طوائف أنشئت كانت في المهد اليهودي، في مهد كتابة التوراة. في مهد كتابة التوراة هم الذي زرعوا النصوص الدينية المقدسة التي تخول لهم احتلال أرض الغير، وذكروها. يعني لا يعقل أن يأتي كتاب مقدس يعني ينتسب ذكره أو نسبه إلى الله يقول لهم احتلوا أرض فلان، أرض الكنعانيين وأرض الفريسيين وأرض الحيثيين، واقتلوا أولادهم وأبنائهم وبناتهم ونسائهم واحرقوا مدنهم. هذا لا يمكن أن يكون كلام الرب.
ولذلك يجب علينا نحن كمثقفين كمحامين كأساتذة أن نتنبه لهذه النصوص وأن أن نرشدكم ونرشد غيرنا إلى قراءة وخطورة هذه النصوص التي تخول للآخر أن يكون هو الأعلى وأنت الأدنى، وأن يعطى حقه في الاستيلاء على أرضك وقتل نسلك وولدك. منين؟ أنا أعتقد أن حتى اليهود ضحية للمسألة هذه، يعني ضحية إنهم وقعوا بأن يكونوا أداة لنص كتب تزويرا عن الله في استمرار الصراع، في استمرار القتال، وفي عدم إحلال السلام في بين الأمم والشعوب. هذه ما أحببت أن أتطرق إليه في هذا الموضوع، وأشكر الدكتور عبد الله الشامي وأشكر الأستاذ عبد الجليل على استضافته لنا، وأشكر الحاضرين على استماعهم، وشكرا جزيلا والسلام عليكم. نشكر الأستاذ جميل شرف القدسي على هذه المشاركة الجميلة واللطيفة. أنا شخصيا قرأت الجزء الأول والآن في منتصف الجزء الثاني من الكتاب، والكتاب الحقيقة يتطرق لكثير من الموضوعات وفيه كثير من التقييم والنقد والبحث والمقارنة. فنأخذ لنا تقريبا 5 دقائق تناول الشاي وبعض المرتبات الأمور هذه، ثم نحاول فتح مجال الأسئلة والنقاش. ومرة أخرى نشكركم على بقائكم واستماعكم. مشكورا. وإلى اللقاء. شكرا. أنا بجيب نفسي قهوة جميلة حقا. نفضل نفتح مجال الأسئلة إذا على السريع، وبعدين نأخذ راحتنا في أنا معك. الله كل واحد خذ حقي من هنا. هذا لكم. اللي يحب يسأل بس عشان يطلع الصوت واضح. طبعا سمعنا حوار جميل من الأستاذ من الدكتور عبد الله الشامي والأستاذ جميل القدسي. بصراحة الوضع ارفع شوي اللي نسمعك. يعني الندوة كانت ممتعة جدا يعني، ونتمنى أنه كانت تطول أكثر صراحة، لأنه أخذنا منها كثير من الثقافة. سؤالي بخصوص دولة ما في أرض ما في زمن ما، بخصوص موضوع الجانب الديني، أو بالأصح يعني كما هو موجود في كتابهم أنهم أحق بهذه الأرض في هذه الزمن المعين. هل تعتقدوا أو هل تعتقد يا أستاذ جميل أن هذا هو الهدف الأساسي لليهود مثلا؟ أكمل باقي السؤال على أساس تتضح الفكرة أكثر. سمعت في حوارك أنه بتقول حتى أنهم يعني بالمفهوم أنهم أوصلوا المسيحية إلى قناعة أنهم أولى بهذه الأرض في هذا التوقيت يعني، بينما نحن نرى يعني كأن الموضوع سياسي أو لجانب خدمي أكثر مما هو ديني. بما في ذلك مثلا لو نظرنا إلى هذه الفترة مثلا نرى الكثير من الشعوب المسيحية حتى على مستوى اليهود يتظاهرون ضد ما تعمله دولة ما في مكان ما. إضافة إلى أنه الدكتور عبد الله الشامي تكلم أنه 3 أهداف أساسية تقريبا من قيام دولة ما، الذي هي تفصل الشرق العربي عن المغرب العربي تقريبا، بما فيها أنها يعني على أساس أنها تزعزع المنطقة العربية وما إلى ذلك. فنريد أن نعرف الهدف الأساسي من وجود دولة ما في مكان ما في توقيت معين، يعني هل هو الهدف الأساسي كجانب ديني أو هو محوري سياسي؟ مفهوم. ما إلى ذلك. أنا وصلت الفكرة. طيب أنا سوف أجيبك على شطر من سؤالك. أساس فكرة قيام دولة إسرائيل أو الدولة اليهودية هو ديني. الإطار الذي شكلت فيه قيام هذه الدولة هي الحركة العلمانية الصهيونية.
أنا قرأت في القرن السادس عشر وفي نهاية القرن السادس عشر حصل إصلاحات في الكنيسة الإسرائيلية أو في ألمانيا. عقد هذا المؤتمر في ألمانيا أدى إلى وجود إصلاحات جذرية في المفهوم العقدي أو العقائدي الديني للتركيبة الهيكلية للهرم الديني اليهودي. فسمحوا بإدخال كثير من التعاليم الدينية، بحيث أنه أصبحت الديانة اليهودية ديانة شعبية يعني بمعنى أنه أدخلوا الجانب العلماني للجانب الدياني. ثم أتى بعدها مؤتمر هيرتزل الذي أسس الحركة الصهيونية، ثم جاء بعدها الضغط الصهيوني اللوبي في ألمانيا وفي بريطانيا، فأدى إلى قيام دولة إسرائيل بعد ما صرح فيه الدكتور الذي قال في المؤتمر الذي عقد في مؤتمر كامبيل. هذا كان ربما آخر مؤتمر، لكن المؤتمرات أو فكرة قيام دولة إسرائيل كانت من قبلها ب200 سنة أو 150 سنة. أنا بصراحة أرجع وأقول إنه فكرة قيام دولة اليهود وإسرائيل هي بالأساس ديني يرجع إلى نصوص في العهد القديم، يرجع إلى وجود نصوص واضحة في العهد القديم. كان هنالك فكرة لإقامة دولة إسرائيل في بلد ما، في دولة ما، في جغرافية ما، لكنهم رفضوا لأنه أساس الفكرة قائمة على أصل ديني، وإذا أقيمت الدولة في مكان ما لن يكون لها البقاء والاستمرار ولن تكون لها المشروعية الدينية. فلذلك قالوا بأنه يجب أن تقوم في هذا المكان ويهيئوا كل الظروف. هذا الأصل هو هذا المغزى الأساسي، وأنا تطرقتها إلى في كتابي. كيف انشأوا الدولة وكيف وصلوا إلى مفهوم الدولة وبناء الدولة حقهم هذه؟ هذا بصراحة أنا ذكرته ضمنا وليس صراحة. هم لم يبدأوا من قبل 400 سنة، لا، هم بدأوا من قبل تقريبا 700 إلى 1000 سنة. أولا بدأوا يخترقوا العقل الإسلامي، وغيروا كثير من المفاهيم الفقهية، وصنعوا كثير من المدارس التي تسعى إلى تجنيب القرآن. القرآن هو الرافعة الحضارية الوحيدة للعقل، وبالذات للعقل الإسلامي، وبالذات والأخص للعقل العربي الإسلامي. وعندما نجحوا في تحييد القرآن وإيجاد المدارس الفقهية الذي هي التفسير والحديث وغيره أحلوا نص بدلا عن النص فنجحوا. فأنت الآن أمة متخبطة كما قال الدكتور. مثلا يوجد لدينا طرفين فقهيين كبيرين اللي هم السنة والشيعة، وهذا المذهبين الخلاف سياسي أو وجودهم سياسي. أنا أقول لا يعني أنا ما هذين المذهبين يشكلوا طرفين، كل منهم ديانة مستقلة، اعتبرينا كذا، كل منهم ديانة مستقلة، يختلفوا في الأصول ويتفقوا على الفروع. يعني لو تتعمق في قراءة المذاهب الإسلامية، خاصة المذهب السني بتفرعاته والمذهب الشيعي بتفرعاته، لوجدت اختلافا كبير في مفاهيمهم للجانب العقائدي، في مفاهيمهم لجوانب فهم القرآن، وفي مفاهيمهم للرؤية المستقبلية كأمة. ولذلك أنا أرى أو أعزي إنه من صنع هذين المذهبين هم نفس الجماعة التي تريد أن يكون هذا المنتمين لهذه الديانة متفرقين، وهم نجحوا من هنا. فهذا إجابتي على جزء من الشقاق، وأشكرك وأترك الأستاذ عبد الله الشامي الإجابة. هذا يكفي؟ لا هذا مش شكرا للسائل. أحب أوضح نقطتين. الأستاذ جميل ركز عن أنني تحدثت في خارج الموضوع. أنا تحدثت في صلب الموضوع، وابتدأت وقلت سبب المشكلة. إنشاء هذا ما جاء من فراغ، وأنشئ ولأهداف. ما هي هذه الأهداف وما هي التحديات؟ هي ما نراها
من 1948 واقعا أمامنا. أن الحرب الذي هو وصفها قال دينية، هذا موضوع خلاف بين الساسة والمفكرين، لأنه هل هذا الجسم الغريب هو ديني ولا علماني ولا صهيوني؟ جسم غريب. ثانيا المتمسكين، دخل على اليوتيوب المتمسكين من اليهود المتدينين خارجين بمظاهرات ضد قيام دولتهم كما يعملوها الآن في فلسطين، ما هو موجود في اليوتيوب. وهؤلاء حاخامات، ما همش ناس عاديين. فقيام الدولة ما هيش دينية، لأن لو كانت دولة رجال دين هم ضدها، وهم يهود كبارات مشهورين في العالم. الحاجة الثانية، هم يرون في كتابه الذي لا مستند له، ومن أراد أن يتأكد من ذلك يرجع لمناظرات أحمد ديدات عليه رحمة الله من كتبهم يناظرهم. فلذلك قلت لصديقي حين نتكلم عن العهد القديم ولا الجديد وعن أي نص، نذهب ونتأكد من مصداقية هذا النص، هو المحرف ولا غير المحرف، لأنه كل طبعة تختلف عن الثانية. فأنت لما تنقل من نص مشكوك فيه، هل أنت أكدت لي أن هذا النص هو فعلا النص الديني اليهودي؟ لا، لأنه مختلف. ارجع للمناظرات. ثانيا الحاجة الثانية المهمة الأكبر، قلت لك نحن عندنا تجاوزات. هذه مش قرآن نزل باللغة العربية ولم يتغير، طبع مليون مرة ما تغير. أصل صحائف موسى التي هي كتبت على صخور، ورينا وين الصخور هذه؟ أولا تحتاج إلى ناقلات زي الجبال لتحملها، وينها؟ راحت صخور ما ذي ورقة ولا قلم. الورقة والقلم ظهر دي في ورق البر، دي في عهد الفراعنة. هذه واحد. الذي أيضا الموضوع أنا ذكرته، لكن واللبيب بالإشارة يفهم، لأن الوضع لا يسمح بأكثر من هذا. فالنقطة الذي سأل فيها الأخ، فقلت يا أخي ماذا أن سؤالك أكد لي إياه حتى أنني أجيب في إطار، يعني أولوية وجودهم في مكان معين في وقت معين، هل هو لسبب ديني أو لأهداف سياسية أخي؟ ولذلك قلت لكم جاء الاتفاق أنهم يزرعون في المنطقة، والسبب في ذلك لو كان الشرق الأوسط زي أمريكا الجنوبية ليس فيه شيء مثلا، أو إلى جنوب شرق آسيا الدول التي ليس فيها شيء، ما كان هناك لديهم اهتمام. لماذا العالم كله اهتمامه بالشرق الأوسط؟ لأنه ثروات، لأن حضارات، لأن فيه تاريخ. وإلا الشرق الأوسط هو منطقة صغيرة جدا مقارنة بسعة آسيا والدول الأفريقية الأخرى والهذا. ولذلك هم أول من خطط هذا الرجل المصيبة. المفروض يدرس. أنا جبت الخلاصة لأنه الوقت لا يسمح، إلا لو قرأت لكم البنود مخيفة، وفعلا طبقوها. وهي الدولة صهيونية بحتة. لا، الكلام ده الذي يقوله هو الدين، والكلام ده كله دعايات صهيونية فقط، ربما استغلال بس فقط للهدف. الحاجة الثانية نقطة مهمة يا إخواني، هذه كتبهم. المعركة ما هي بينهم وبين الإسلام، هم بينهم وبين المسيحية، بين اليهود والمسيحية، وبين المسيحية واليهود. لكن قادتهم الساسة أذكياء تجاوزوا، وإلا معركتهم وكرههم لبعضهم أكثر من كرههم للإسلام والمسلمين. لكن الساسة حقهم. يعني أعطيك مثال بسيط، ألا ترون الخلاف بين بريطانيا وفرنسا كبير جدا، لكن هل يقوموا يقطعوا العلاقات ويسووا أسلحتهم زي ما احنا في الوطن العربي على الحدود؟ احنا مباراة ما بين الجزائر ومصر، لو كانت مصر على حدود الجزائر أو الجزائر لتحركت الدبابات والطائرات. نحن أمة لا ننفع للقادة وقيادة والرفع هذا. الدولة الذي الجسم هذا أخي سياسيا. أما النقطة الثانية وأصحح له، هو قصده أنني قلت أنهم متفقين المدرستين. أنا قلت ما هم متفقين في العقائد أبدا. الخلاف بين المدرستين
سياسي مبني على عقدي، بس سياسي. مثلا يقول الدكتور أحمد القبيسي طال الله في عمره وشفاه، هذا الرجل العالم قال سبب مشكلة العالم الإسلامي ثلاثة. أول واحد معاوية الذي دمر الخلافة الإسلامية، الذي أول واحد سوى اسمه هذا ولاية العهد كانت شورى معاوية. أول العصر الأموي كانوا يدورون فتاوى تبيح لهم كل شيء، ولذلك وصلوا أحد الفقهاء أفتى لهم فتوى قال له إذا وصلت من لكي يعملوا النصائح، هذه موجودة في الكتب التاريخ، قال له إذا وصلت إلى قمة التدين رفعت عنك التكاليف. هذه موجودة، هذه واحدة. قال لهم معاوية بن أبي سفيان. أنا أسند ما أقول، ما ألقي كلام جزافا. الدكتور أحمد زويل وافتح اليوتيوب توجد الكلام هذا، وأنا أعرفه على كل حال. اثنين، إسماعيل الصفوي الذي وجد في القرن السادس الهجري، والناس كثير قلت لكم مشكلتنا حتى المسلمين نحن جهلاء. تعرفون أن مدارسنا الفقهية والتفسير كل علوم الشريعة الإسلامية أو العلوم الإسلامية مصدرها الذي ألفوها وكتبوها هم في بلاد فارس. بلاد فارس لما تطلق كانت داخلة فيها وسط آسيا التي هي الآن فيها طشقند وسمرقند وأوزبكستان وتركمانستان، كل هذه بلاد فارس. الجانب من العلم الطبيعي عندهم هم مكتشفاتهم، وأيضا العلوم الإسلامية كل رواة الحديث من هناك. لكن مش هم كانوا عجم، كانوا يتحدثون اللغة العربية. مدارس الفكرية فقهية عقادية كانت في قوم، بس جاء هذا الرجل وقتل حوالي 1,000,000 نسبة في التاريخ مذكورين العدد، وحولهم إلى شيعة صفوي هذا الرجل. الثالث محمد بن عبد الوهاب الذي وضعته المخابرات الإنجليزية بدين جديد، الذي قلته وأنا طالب في الشريعة سنة 1981 وقلت لهم ستدفعون ثمن هذا الدين الذي درسوا الدين لا هو من ديننا، وأنا في كلية الشريعة. الآن ده تبروا منه ولا لا؟ لا. الآن برع لا توبة إلى الله، ما هوش ديننا. كيف ما هو دينكم؟ كل المصائب الإرهاب أصدروا هذا ما كان درسوا. لكن ليش ما حاربوا السعودية؟ ليه؟ ما الإرهاب الفكري هناك. وبالمناسبة في سنة تقريبا 2006 أو كان في مؤتمر، كانت الجامعة السعودية تقدم أسبوع الثقافي السعودي في الجامعة اليمنية، والجامعة اليمنية في السنة الذي بعدها مثلا تقدم الأسبوع الثقافي في الجامعة السعودية. فدعيت لإلقاء محاضرة. تعرف ادخل كتبت عنوانا بالعربي لأن هي ريسلينج إسلام فروم إكستريميزم، الدفاع الخطر الأساسي على الإسلام هو التطرف. هذا من العنوان بالعربي لا أتذكره كاملا بالحرف. المهم فناداني وزير التعليم العالي عليه رحمة الله الدكتور صالح بسعود، قال لي دكتور أنت تكتب هذه السعودية ما تقبل هذا الكلام. قلت له ها إذا ما قبلته وأنا لك الحق يا رجل. قلت له تصوروا هذه عندي الورقة إلى اليوم، هذه الورقة طلب مني ألقيها في جامعة الملك عبد العزيز، جامعة الإمام محمد بن سعود، جامعة أم القرى، جامعة المدينة المنورة، جامعة القصيم، 5 جامعات نفس المحاضرة. فلذلك الناس الآن أدركوا زمان بمناسبة توجه المذهب الوهابي أنشأ المخابرات الأمريكية قصدي البريطانية. فلذلك نحن ما نقوله هو فعلا هدفهم المنطقة. وهم الآن سؤال إيش مع أمريكا وجيشها في سوريا؟ البترول كله عندها، هي في الحسكة محل ما آبار البترول تصدر. طيب هذه واحدة. البترول $2 الرئيس الأمريكي 1945 وقعوا مع الملك عبد العزيز مقابل إيش؟ هذه اقرأوا التاريخ. هو هذا ما يقدروا يخرجوا الشبر. أمريكا فقيرة ما عندها شيء، أمريكا عندها قوة سياسية لكن ما عندها ثروة أكبر مديونية في العالم. الحاجة الثانية وبالمناسبة في 1940 السعودية طلبت من أمريكا مساعدة ليطلعوا لهم آبار في نجد يشربوا ماء في الأماكن، يطلع بترول
ما كانوا يفكرون عندهم. الحاجة هذه 3 المصائب الشخصية دمرت الأمة الإسلامية، أوجدت بيننا الخلافات، ما كان بيننا إلى القرن السادس هذه الخلافات. وبالمناسبة الاختلافات الذي ذكرها أخي المحامي جميل هذه ثراء والله العظيم. إن إبداعات، وأقول عندي بحوث قدمتها في مؤتمرات. القانون الفرنسي أثرى قانونه من الفقه المالكي، وأسند لك هذه المادة بالقانون الفرنسي مصدرها هنا. بل أقوى القانون الذي موجود في القانون الإسلامي أقوى من القانون الغربي، بس ما يطبق. هذه أشياء كثيرة، وبالتالي هم زرعوا هذا لهذا. وبالمناسبة هذا الكلام كما يقولون هم المتدينين منهم، أنهم قالوا لو تجمعنا في مكان واحد سيقضى علينا. هم قالوا، هم مش أنا، هم قالوا لا، احنا في دياننا أننا نكون دائما شذاذ آفاق، هنا موزعين. وهذا الذي نحن نقوله، وربنا سبحانه وتعالى يختار ما يشاء. تفضل. طبعا شكرا، أشكر أعتبر هذا سواء فرحة أعتبره من ناحية التنوع الذي يبين لنا مدى أن هذه القضية شائكة لها زوايا وأشياء كثيرة متداخلات فيها بحيث أنها كتمهيد وبناء على فكرة ومحور معين يثري بعضه بعضا. نعم. هذا معك. ولكن سؤال إنه إحنا الآن كشعوب إنسانية بدرجة الأولى. صح. قبل أن نكون عرب، قبل أن نكون مسلمين، نحن شعوب إنسانية. ما هو دورنا في هذه القضايا؟ سواء إحنا قد يكون لا نتكلم عن إنه انحياز لطرف لآخر، بغض النظر عن رأيي الشخصي، ولكن كعنوان للندوة من الجانب الإنساني، فنحن كشعوب إنسانية ما هو دورنا تجاه هذه القضايا، ولو حتى لو طرأت قضايا أخرى، ولو حلت هذه القضايا، كخراء. مفهوم كلامك، مفهوم. أنا بجيب لك. نعم. الشعوب الإنسانية. نعم، صحيح. هذا أنا ممكن أجيب له يا أستاذ كذا قبل أن ننتقل الميكروفون لعندك. حقيقة شوف، في إطار الأزمة التي أحدثتها هذه الحرب والحروب التي جرت في منطقة الشرق الأوسط، هي فعلا أحدثت جانب من الأزمة الإخلاقية الإنسانية. نحن كمثقفين، ككتاب، كصفوة المجتمع، في سواء كان في اليمن ولا في أمريكا، هذه الدولة التي تستضيفنا وأعطت لنا جانب من الحرية في الكلام. يقول إنه أمريكا هي بلد الحرية، ونحن نشكر الحكومة التي أفيدنا لها. نحن إيش مهمتنا؟ نحن مهمتنا يجب أن نكون دعاء للسلام، دعاء للمحبة، دعاء إلى الحقيقة، إلى إظهار الحقيقة، إلى عدم أيضا تغليف الكذب بالحقيقة. يجب انتبهوا أن تنقل الحقائق كما هي. نعم. ولذلك أنا أؤكد إن قيام دولة إسرائيل قامت على أساس علماني مغلفا في الإطار الديني. يجب أن نضع الأمور بحقيقته، والإخوة المسيحيين يدركوا هذا الوضع. هم يدركوا، نحن اللي منشيش ندرك. ليش؟ مش عارف. من 1200 إلى 1600 وإلى 1700 طردوا من كل دول أوروبا، طردوا في بعضهم، طردوا في جماعات، مش كلهم. طردوا من بلجيكا، طردوا من فرنسا، طردوا من إسبانيا زي ما قال الدكتور، وأبيدوا، طردوا من كل دول أوروبا. فلذلك يجب أن نعي وأن نفكر. يجب أن لا نستعد اليهود وأن لا نكره اليهود، ولكن يجب أن نعرف من هم اليهود وما هي حقيقتهم، ويجب أن نتعايش معهم، ويجب أن هم أيضا ضحية فكر متطرف مثل ما نحن أيضا ضحية فكر متطرف. نحن في العالم الإسلامي والعالم العربي ضحية فكر متطرف ديني
نهش وينهشنا ولا زال ينهشنا إلى اليوم. وكذلك اليهود ضحية فكر متطرف، وأيضا في المسيحية في فكر متطرف. ويجب علينا كمثقفين أن نكون عند وعينا بحقائق الأمور التي تدار حولنا. اليوم العالم أصبح حقيقة واحدة. يعني التواصل الاجتماعي كان من سابق يتحكم بالقرار الإعلامي والسياسي، اليوم الشارع هو الذي يتحكم بالقرار السياسي. الشارع أو التواصل الاجتماعي ما بين الشعوب الآن فعلا أصبح العالم قرية واحدة. فلذلك يجب أن نكون دعاء سلام، دعاء حرية، مناصرين للمقاومة التي هي ضد الاستعمار، ضد الاضطهاد، ضد التمييز، ضد العنف، ضد الجوانب التطرفية في الجوانب الإنسانية. يجب أن نكون دعاة سلام، يجب أن نكون دعاة للحقيقة أينما كانت، ويجب أن لا نستعلي في مفاهيمنا، ويجب أن نخضع للقول ونستمع ونقرأ وندور حول الحقيقة أينما كانت. وأترك المقرون للشيء. شكرا. بالمختصر يعني التمسك بالقيم. نعم، التمسك بالقيم، ومهما كانت صعوبة التمسك بالقيم فلن توصلك إلا إلى بر السلام والأمان. شكرا. وافق زميلي فيما طرح، ولكن أضيف شيء يا إخوة. قلت لكم من البداية الجهل ثم الجهل، هذا أكبر عدو لكل شيء ما فيها الإسلام، الجهل. دعني لا أقول لكم رأيي، لكن شاءت الأقدار أن تجمعني بكبارات الساسة في أمريكا. سأعطيكم بس مثال بسيط. كنت أعمل في جامعة مشهورة تتبع كولورادو سكول أوف مايند. في حفل التخرج كل سنة الجامعة تأتي بقامة، لأن هي تخرج مهندسين بترول من المتخصصين. ففي سنة من السنوات أحضرت واحد اسمه نورمان أوغستينو. هذا الرجل لمن لا يعرف ادخل سوي له جوجل، عمره فوق 70. رجل نزل من السيارة ليسلم عليه. هذا الأدب منه بهذا العمر، مع أنه له كل الاحترام والتقدير. رئيس قسم معي في كلية الهيومانيتيز، في كلية الآداب، قال لي بروفيسور الشامي أنت تعرف من هذا الشخص؟ وأنا أعترف بكل بصراحة ما كنت أعرف منه. قال تعرف أنت الذي رايح تمشي معه وتشرح له من هو هذا بروفيسور بوليتكس، هو أسترالي. قلت له ما أعرف من هو. قال لي هذا الذي شركته تطلع الطائرات التي تقتل أهلك في الدولة هذه. قال لي هذا هو يا رجل. المهم جلسنا تعرفنا ودخلنا اليوم حول هذا كلكم التعليم الناس ما يفهمون، وهو أحد 10 مستشارين في ذلك الأيام لأوباما. أحد 10 مستشارين لأوباما. وهذا هو قال لي دخلنا اشرح له عن المنطقة والتاريخ والظلم الذي وقع على إخواننا الفلسطينيين وتهجيرهم. كان يقول لي وات؟ قل له نعم هذا التاريخ، وجيب له التاريخ منين أولا جاءوا وكيف انتقلوا وكيف وصلوا. المهم أشرح له وهو بيقول لي زدني. المهم ضلينا مع بعض حتى تغدينا مع بعض إلى الساعة 5. قال لي أنا سعيد جدا بمعرفتك، ولو كنت عرفتك أنا كان الأسبوع الماضي كنت مع أوباما، لو كنت نقلت له ما قلته لي، لأنه ما يعرف ولا أنا أعرف، لأنهم هم الكتب الذي يقروها الذي يعطوا إياها. قال له ما نعرف هذا الكلام تقول هكذا. وبالمناسبة هذا الرجل ما شاء الله عبقري، كتب ذيك اليوم كتب مقال، والمقال هذا اسمه Re-Engineering the Engineering. هذا في جامعتنا. المهم حتى اللي يقول الأخ بعدين إنه خارج الموضوع بس له علاقة. فكنا نناقش تطور العلوم الإنسانية
مهمة وكذا، والهندسة لابد تكون تقلل المواد تصير 2 سنين فقط، لكن 4 سنوات يدرسها الطالب علوم هيومانيتيز اند سوشيال ساينسز. المهم بعدين قلت له لو سمحت اعطيني المقال هذا، عمل له سكاننج وارسل لي، وارسلت له ايميل بقينا متواصل. شوف الرجل هذا لم يرد علي في اي ايميل من الايميلات، ولكن بعد شهر جاءت لي رسالة مطبوعة على الآلة الكاتبة بالإنجليزي وله صورة المقال ونتواصل وكذا وكذا. شوف الدهاء. لماذا؟ ما يشتش أي أثر بعده. يعرفون أن الناس دولة مش في الحل، يعرفون أن الإيميل يمكن يغير، يمكن يقع فيه تغيير وما يريد يحسب عليه حتى كلمة، لكن الرسالة لا. ليش؟ لأن صورتها عنده. الرسالة دائما وهذه صعب تغييرها. فالذي أريد أقوله أخي، يجب أن نرفع الغبار الذي يغطي نور الإسلام للناس ونكون ناس حضاريين. شوفوا ديننا من أروع ما يمكن فيه إنساني، التسامح. احنا في مكان لابد نظهر هذا، لكن ماذا نعمل للمجتمع الذي جاء بس ليستغل السوشيال سبورت والتشايلد بينيفيت وما يتعلمون ولا كم عددهم هنا؟ شو مقدمين؟ ما عندكمش إمام مسجد يخطب صح؟ حضرت الجمعة باطلة، أنا فقيه وأعرفها. ما عندكمش إمام مسجد صح يفهم. ما عندكم مدرسة طلع عقول الذي أنتم تتمنون. أنتم الشباب أملنا الوحيد. كيف الجمعة باطلة يا دكتور؟ بس عشان يا أخي للجمعة في الفقه كل المذاهب لها أركان ولها شروط ولها الكلمات كيف تقال ولها المحتوى ماذا يكون. والصلاة الرجل لحن في القرآن وهو يصلي بنا، ما في داعي أذكر، لكن لا يفهم هذا إلا الذي يفهم. العالم أما الجاهل ما يفهم الناس. ففي أشياء كثيرة ليس هذا بل جمعيات أخرى في نفهم. بالمناسبة لا يجوز، أنا عايش في الغرب عمري كله لم أرى، ما تخلوني أنفعل وأقول كلام يؤخذ. بس سؤال عشان أعرف كيف باطل، لأنه بيني وبينك سأشرح لك بعدين، لا يسجل هذا الكلام لأنه ما أريد أجرح منه. أخي أقول لكم شيء، هؤلاء في كل أوروبا وأمريكا كل الأئمة 99.9 منهم، وقلتها لهم، هؤلاء جاءوا عمان لا علاقة لهم they never trained in Islamic schools to be. بالمناسبة ألمانيا هل تعرفون أنها أنشأت جامعة معهد للخطباء من عندهم يخرجوهم يعلمون؟ هذه الآن من 5 سنين أنشأت جامعة لتخرج خطباء وأئمة من عندها، لأن الذي يخطبون فيها الآن يا أخي out of date. ناقش الحالي، ساهموا في المجتمع، كونوا بناؤون في المجتمع، كونوا ناس مش فقط كيف الجامع يعيش على شحتة. جامعة هارفارد 500 مليار الانداومنت، صندوق حق الوقف والاستثمار. نحن وبالمناسبة الشرطة هذه موجودة في كل الجوامع اللي في الغرب وفي أمريكا وفي كندا وكل. ليش ما عندكم فلوس؟ ليش ما تسووا مدرسة استثمارية تعملوا في أشياء كثيرة؟ بس ينقصنا الذي ينقصنا، وقلت هنا نريد أن يكون عندنا مخرجات، نحن مخرجات تتوافق مع الزمان والمكان، مخرجات ندرسها مش الكلاسيك نوليدج، نعلمها شوية كلاسيك بس modern knowledge, needed knowledge, circumstances required knowledge. نحن نعاني معاهم مدرسهم. المهم نحن نعاني من هذا والله يا إخوة. تعرفون الغرب هذا من الاتفاق الذي 1907 أخرج لنا مخرجات جامعة. الآن كل الجامعات المفروض العربية ما معنا جامعة واحدة في مسقط، ما عندنا مخرجات نتشرف بها، ما عندنا. طيب أعطيني كم واحد من خريجين جامعات العرب أو بروفيسوراتها أخذ جائزة نوبل؟ يا أخي مخرجاتنا مكسبة، مخرجاتنا تخجل. طيب يا دكتور، سؤال تفضل. السؤال الأول أستاذ جميل، إنه قلت إن النصوص الدينية مش ممكن إنه في نصوص دينية تجي من عند الرب تحرض على القتل، واستدليت إنه اقتلوا الكنعانيين والفينيقيين
واحرقوا أراضيهم واقتلوا أطفالهم ونساءهم، هذا نص ديني موجود في التوراة. والتوراة هو كتاب من عند الله بغض النظر عن حرف أو ما حرفش. لكن في نصوص دينية أخرى أيضا موجودة في القرآن تحرض على القتل، اقتلوهم حيث ثقفتموهم. وفي آيات كثيرة جدا، يعني إذا استدلينا بالنصوص الدينية التي تحرض على القتل في التوراة، ما هو في نصوص دينية موجودة في القرآن تحرض على القتل. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هذا سؤال لك. السؤال الثاني موجه للأستاذ، يعني بتشتركوا فيه. السؤال الثاني، نقل إنه التوراة حرف وبدل، وإنه في مئات النسخ من التوراة محرفة ومبدلة، وإنه القرآن في نسخة واحدة لا تحرف ولا تبدل. التوراة حرف وبدل، يعني من وجهة نظري إنه كتب السماء لا تحرف ولا تبدل، ما دام الله قالها إذا لا تحرف ولا تبدل. التحريف والتبديل، طبعا التحريف غير التبديل، يحرفون الكلمة عن مواضعه، أما التبديل تبديل الكلمة غير كلمة، والتبديل مش وارد في أي كتاب مقدس. لكن التحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه الموجودة في القرآن وفي التوراة وفي الإنجيل، أما ككتاب مقدس نزل من عند الله كما هو. وأنا أجيب لك نسخ من القرآن بالإنجليزية والفرنسية والعبرية والصينية مختلفة. الفرنسية تختلف على الإنجليزية في المعنى وفي التحريف، مختلفة على الموجودة في الفرنسية، على النسخة الموجودة في الفرنسية، على النسخة الموجودة في الصينية، وكأنه في معنى آخر غير الموجود في النسخة اللي هي العربية. وكذلك في التوراة والإنجيل النسخة الموجودة بالإغريقية أو بالأراميكية الموجودة لغة التوراة، ولغة الإنجيل اللي هي لغة الإنجيل عفوا الأرامية والإغريقية، ولغة التوراة العبرية، النسخة الأصلية لم تحرف ولم تبدل. وهذا وجهة نظري مأخوذة من القرآن. شكرا أخي الكريم. أنا سوف أجاوبك إجابة مختصرة وسريعة. نصوص التوراة وردت القتل بالشخصنة، شخصنة القتل. وتلاحظ أنت يقتل الكنعانيين والفريسيين والحيثيين واسماء قوميات في ذلك العصر. لكن أنت قلت بأنه في آيات موجودة في القرآن، آيات القتال. فلذلك أنا نسيت على ذلك. كتب البخاري ومسلم وابن ماجه والترمذي والكافي. نعم، هذا أنا معك. لذلك شوف آيات القتال الموجودة في التوراة استنسخت إلى فقه الحديث في الفقه الإسلامي، في فقه التراث الإسلامي. كل أحاديث القتال في الفقه الإسلامي لها جذور في العهد القديم. أنا من خلال قراءة، من خلال ما قمت به بعمل قراءة مقارنة ما بين نص التوراة وحديث البخاري ومسلم وحديث الكافي في المذهب السني والشيعي. المذهب السني والشيعي في فقه الجهاد، المذهب السني والمذهب الشيعي في فقه الجهاد يتساوى أو يتقارب مع ثقافة القتل والجهاد أو مع ثقافة القتل وآيات القتال أو نصوص القتال في التوراة في العهد القديم. إذن بينهم تشابه وتقارب كبير ما بين الفقه السني والفقه الشيعي والعهد القديم. نخلص منه، نرجع للقرآن. أنا أقول في الجزء الثاني من كتابي الدين بين العقل والنقل دونت فصل اسمه فقه الجهاد. فقهت أنا من أن الجهاد الموجود في القرآن وجاهدوا وقاتلوا قائم على قاعدة واحدة لا تتغير: إن الله لا يحب المعتدين. إن الله لا يحب المعتدين. ولم تأتي آية واحدة في القرآن بالتحريض على قتل شخص بعينه، ولم تأتي. كل آيات القتال في القرآن هي من باب الجهاد. والجهاد إيش فقهي أنا لو أو فقهته أو أنا كتبت ربما جئت بما لم تأتي به الأوائل. الفقه هو المقاومة. الفقه هو المقاومة، قصدي الجهاد هو المقاومة. والمقاومة هي حقا سامي لكل الأمم والشعوب في مقاومة الغازي والمعتدي والظالم والمستعمر. شوف كيف. ولذلك تجد في الفقه الإسلامي والسيرة النبوية
في الفقه في التراث الإسلامي حولوا الرسول محمد عليه السلام صلى الله عليه وسلم حولونه إلى غازي، ومن غزواته غزوة كذا وغزوة كذا. الرجل الله سبحانه وتعالى قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن أنت إلا بشيرا ونذيرا، وهم حولونه إلى إيش؟ إلى غازي، والغازي من الغزو، والغزو من الاستعمار. هذا هو سبب الإلحاد. نعم سبب موجة الإلحاد الضخمة هذه الآن اللي يشهد العالم العربي والعالم الإسلامي. ولذلك يجب علينا تصحيح المفاهيم. القرآن حدد آيات القتل لمن يكفر بالحقيقة، لمن يقتلك، لمن يعتدي عليك، والله لا يحب يعني بمعنى انه آيات القتال في القرآن تقوم على مبدأ واحد بأن الله لا يحب المعتدين، ممنوع الاعتداء. وصلت الرسالة؟ شكرا. أخي أشكرك على هذا السؤال الجميل. في نقطة واحدة بس بضيفها قبل ما تفضل. في آية في القرآن تقول وكيف يحكموك وعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني أن التوراة كانت محرفة. تمام. أول شيء أحب أسأل الدكتور الأخ زميل جميل، هل قرأت كتاب الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه؟ لمين؟ للبوطي. أدعوكم يا إخوة لو أردتم تعرفون الذي قاله الأخ جميل، روحوا شوفوا، وهو موجود حلقات على اليوتيوب، اسمعوا، أنا موجود هنا، وادعوني أي استفسار عندكم حول هذا. إذا بقي الجهاد كيف نفهمه وكيف نمارسه. الآن ادخل في النت تجده رائع 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 رائع، روح شوفوا، والله يشيل لك كل الأسئلة اللي عندك. هذه واحدة. أيوة الله يرحمه السوشي. الحاجة الثانية، أنا لما قلت يا إخوة وسؤالك جميل أنه قال طبعا التوراة الديانة هذه ما تحرف إلا كيف القرآن، ثم سآتي للترجمات. هذه نقطة مهمة يا إخوة. الإشكالية أن الله أنزل، ما في إشكالية أن الله أنزل هذه الكتب السماوية، لكنه لم يحفظها إلا تكفل بحفظ القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سآتي لك لنقطة مهمة. والله يا أخي شوف بقول لك حاجة، والله الله سبحانه وتعالى ما جاء لا الرسول ولا أصحابه إن فيأتي بقوم غيركم يحبهم الله، يحبون الله ويحبهم. هذا ما القرآن قرأ صحابة رسول الله، رسول الله نفسه ولا تعجل من قبل أن يوحى إليك، القرآن قرأه عبس وتولى أن جاءه. لا المهم سؤال يا إخوة، دائما نحن باحثون، ما أريد الكلام الذي يدعي الإنسان البحث وما يدري ما هو البحث. البحث هو الاستقراء والتتبع والجهد. لما أجي مشكلة ما أقول والله قال لك الشافعي كذا وكذا، روح اقرأ جيدا، هل هو هذا الكلام فعلا قال، وهل هو موجود، وهل هو كما قيل، وهل هو. أعطيك مثال، المشكلة في الكتب السماوية كلها أنها لم تحفظ، ولذلك أنا ما أقول كلام كله على مر العصر أثبتوا بدراسات علمية أنها محرفة، لكن الكتب نحن نؤمن بها. هذه واحدة. أعطيك مثال بسيط يا إخواني الله يرضى عليكم، ما في أحد أظهر لنا هذه المسألة مثل مناظرات أحمد ديدان. شوفوا بالكتب يقول له هذا الكتاب هذا شفت مناظرات كثيرة بس ما أحل. أنت شوف المناظرات كلها، سواء كل اللي معاهم على رؤساء الكنيسة. والغريب أن الأخ جميل قال كلام والله رؤساء الكنيسة ما يعرفون، لو يعرفوه سيصفقوا له أن معظمه من التوراة، وهم يناظرون جداد ما قدروا يثبتوا شيء. آخر واحد هذاك الفلسطيني مدري من اسمه الذي قال له هذا من قال له بيت هات هذه الكتب، قال له عندي كلها، ورينا آية واحدة بس من القرآن أخذت من التوراة.
والله العظيم أنتم تظنون جيمس ويغارد كامبل ذول كل الكنائس الكبار وهم مجمع ما غابت عنهم أن القرآن دي مأخوذة من التوراة أو من الإنجيل. لا في أشياء أنت قلت الآن. أنا قلت فقه التراث. الحاجة الثانية سأجيب لك الآن. لحظة. الحاجة ايوه ايش فقه التراث غير القرآن. ايش مقصودك بفقه التراث؟ اسمع لي، ايش مقصودك مفهوم التراث الفقهي الإسلامي؟ هو مدرسة الحديث، مدرسة التفسير، مدرسة علم الكلام. هذا من التوراة. هذا أخذ جزء كبير منه من العهد القديم. تمام. العهد القديم. أما القرآن فهو كتاب الله، كلام الله المنزه. يجب أن نفرق ما بين هذا وهذا. على كل حال العهد القديم والعهد الجديد قلت لك يا أخي أي منهما تقصد؟ ما قلنا لك مليون مرة نسخ متعددة، أي واحدة منهم غير العربي. المهم أريد أقول لك، أنت قلت سؤال جميل يا إخوتي، هذا الفرق. ليش القرآن ما حرف؟ تعرف النسخة الأصلية الذي يسموها النسخة العثمانية وينها؟ لا، النسخة الأصلية، لأنه لما جمع عثمان حفظة القرآن ليكتبوه ينقلوه من مصحف، جابها من عند حفصة النسخ كلها وجمع حفظة القرآن منهم زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وكتبوا هذه النسخة. بعدين نسخ منها يقال 10 نسخ وزعها على الأمصار. الأصل هذه الآن ولله الحمد موجودة في متحف طبقابي، وأنا شفت صورتين. يعني نفس النسخة، نفس بالخط. على فكرة إن لم يكن عندك دراية بالخط لأنه ما في نقاط خالص. لا أنا قصدي بالتشكيل. لا ما في التشكيل ده سواه الحجاج. بس طيب لما في نقطة جيم أيوة هذه لها حلو. لا حبيبي، الناس كانوا ناطقين باللغة العربية. لا كانوا يفهمون لأنهم كانوا أذكياء. كانوا يفهمون. لا حلو. في لما تدرس في علوم القرآن موجود. تعرف الجيم يسموه له جيم يسوون تحته جيم صغيرة معنى جيم. في أصول للقراءة. إذا في خاء يسووا فوقه خاء كبيرة. إذا في سين الشين يسوون تحته شين. عندهم ما تقدرش تعرف. لو عرفت الأصول تقرأ. زي مثلا الآن سأعطيكم مثل أنتم لا تعرفون. تعرفون كتابة الكلمات العربية اللي موجودة في الحديث أو في القرآن أو في أسمائنا باللغة الإنجليزية العلمية إيش كيف تكتب؟ أو بمعنى آخر transliteration. تسمعون بهذه الكلمة؟ مش translation، transliteration. transliteration كيف تحول هذه الكلمة من حروفها العربية كما هي إلى الحروف اللاتينية التي هي الإنجليزية. مثلا the prophet peace be upon him said. تمام؟ الرسول قال كذا يجيب لك كلمة قال مثلا، هذه هو يترجمها said قال، يسوي in brackets يكتب لك قال. احنا اللي بيكتبوا لنا الجوازات حقنا اخوتنا المصريين ما يعرفوا انجليزي. زي فرانكو تقريبا. ايوه فرانكو يسموه لا هي اسمها ترانزليتريشن موجوده في الانسيكلوبيديا في سلام الهب. قال كيو اي فوق الاي شرطه. هذه الشرطه حق ايش؟ قا ال اي عبد الله. اي قبلها هذه اسره اي بي. اذا هي مثلا عبدو يو فوقها شرطه. إذا هي آي فيها عبدي آي فوقها شرطة. عن ض دي تحتها نقطة. وهكذا موجودة عندنا، لأنه أنا أكتبها في كتبي في مقالاتي وكتبي بالإنجليزي لأنه ملزم بها. الطابع ما تطبع لك. ليش؟ لأنه ده علم. لأنه تعرف ليش سووا سووا هذه الطريقة؟ لكي يظهروا للقارئ نحن تكلمنا عن الكلمة التي هي بالإنجليزي، ها هي بالعربي إذا ترجمناها غلط صحيح. فحفظوا هذا الكلمة. أما الترجمة سآتي لهم. الترجمة أخي أول شيء نقطة ربما أنتم لا تفهموها. أقول علماء الشريعة الإسلامية مجمعون على أنه لا يجوز ترجمة القرآن بل معاني القرآن. ليش؟ لأنه ذا كلام الله يصعب عليك أنت بشر، يصعب عليك أن تترجمه، لكن ترجم معاني
ولذلك كل الترجمات الموجودة يسموها translation of the Quran or Quran whatsoever. هذه الترانزليشن المفروض يكون أنا واحد زميل لي الآن في بريطانيا هو بروفيسور ترجم سهل جدا ترجمة، قلت له شيء أرسل لي نسخة قلت له شيء the title to translation of the meaning of the Quran. قال لي أوه هذه فاتتني. المهم لأنه نترجم المعنى مثلا من ضمن المعنى لا يمكن تجد إطلاقا في الكلمات العربية مقابل بالإنجليزي. ده تخصصي لأني ترجمت في الدكتوراه من الفقه نصوص فقهية صعب جدا أن تجد الكلمة بالإنجليزي. مثلا لما تقول أنت أو الآية القرآنية ولكم في القصاص حياة أو النفس بالنفس، روح ترجمها الإنجليزي. وهذا أي عبقري وهذا السبب في اختلاف الترجمات اللي تفضلت به. هذا ليش؟ لأنه كل واحد 1000 ترجمة، كل واحد يترجم بقدرته اللغوية. نفس التوراة والإنجيل. الذي مش ترجم هنا سأتي لك. لحظة أكمل. لا يا أخي حتى جيدة قال لهم يا جماعة عندكم إشكال، نحن نقول في القرآن في اختلاف الألفاظ في الترجمة، لكن أنتم تغيير وتبديل نص ما هلوش نص كامل شابتر كامل مو موجود. شابتر هذا تغيير وتحريف، شابتر فصل كامل مو موجود هنا وموجود في النسخة الثانية. قال لهم ليش الذي هذا حذفتوه هنا رجعتوه هنا في الطبعة الثانية وشلتوه في الطبعة الثالثة؟ فلذلك حتى نوفر الوقت هذا الذي أريد أقوله. وهذا يا أخي الكريم أنا أنصحه حبا فيك لا تستعجل في الأحكام حتى تحيط القراءة والاطلاع. هذا نوقش اللي تقوله أنت وموجود بالأدلة. وأجمل من سبحان الله ذاكر نايك وهو تلميذ أحمد ديدات حفظة للأناجيل كلها. يجيب لك هذه الصفحة يا أخي من هو أعلم بالإنجيل؟ الأخ ولا أنا ولا أصحاب الكنيسة؟ إذا كان المتكلم يمكن دول يعرفوا. بعد عندنا ترجمة بالعربي، كتبوا في كتاب القرآن بالعربي، القرآن كتبوه بلغتنا هو قرآن حرفوه مطبوع في الكويت، لكن الناس اكتشفوه مباشرة اكتشفوه. لكن التوراة الإنجيل النصوص محرفة الأصلية، النسخة الأصلية لا توجد عندهم لأن ضاعت. فهذا القرآن يسجل هذا. فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله. القرآن نزل على لا أكمل لك على المسألة كذا. فويل جهنم اسم وادي في جهنم يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. بعد هذا تريد تقول لي مش محرف مش مكتوب بأيديهم؟ إذن الهوموسيكشواليتي دخلوها الآن في بريطانيا في الكتاب المقدس. أنا في بريطانيا، أنا خريج بريطانيا، رئيس الكنيسة في برمنغهام طلع في البي بي سي وموجودة في اليوتيوب، قال لهم من كتب الكتاب هذا؟ ناس مثلنا أنا هو هوموسيكشوال، he is a gay. كتب I don't mind to put the homosexuality inside it. موجود يا أخي، بس نحن دائما نظن أننا موجود كله مسجل. الحمد لله التقنية هذه حفظت لنا كل حاجة. شكرا. تفضل. خلاص ما في حاجة. شكرا لكم شكرا لكم على الحضور وصبركم واستماعكم. تفضل. واحدة بسيطة بس. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا الشكر الجزيل للأستاذ عبد الجليل وللدكتور عبد الله وللأستاذ جميل. بصراحة هذه بادرة طيبة، وفي الواقع تكاثرت الضباع على خراش فلا يمري خراش ما يصير. يعني هذا ينطبق على هذه الندوة بصراحة. وأنا يعني إن كان لي بالملاحظات فليس إلا شيء واحد أو اثنتين. الأولى هو أنه الندوة هذه لامست جانب الجهل الذي نعيش فيه. يعني نحن نعيش في جهل مطلق صراحة، ولا يمكن أن نأخذ في وجبة واحدة كل ما افتقدناه من قبل. نحن عطشى وجائع، وليس من المنطق أن
أن نجمع كل عطشنا في لحظة واحدة، كما أنه لا نستطيع أن نأكل 3 وجبات في اليوم في وقت واحد. لذلك الملحوظة الأولى أنه هذا يجب أن يقسم. طبعا المسألة طالما هي الإخوان أيوة فتحوا مواضيع وهي رائعة وشيقة، بيّنت مدى جهلنا بصراحة. نحن لو خرجنا بحاجة واحدة، نحن نريد أن نعرف حالة الجهل التي نحن فيها. كما قال الدكتور، نحن الآن نجهل ونجهل أننا نجهل، يعني نحن مركبو الجهل. فلو خلصنا من حكاية أننا نحن نجهل أننا نجهل وعلمنا أننا نجهل، يبقى اجتزنا مرحلة مهمة جدا. إذا علمنا بأننا نجهل سوف ننظم هذا العمل، لأنه يقود إلى المعرفة. إذا قادنا إلى المعرفة، طبعا نحن هنا ننفق على أفراحنا وننفق على أحزاننا، ولكننا لا لجهلنا المركب لا ننفق على همومنا، والمفروض أن ننفق على همومنا. طيب مش عايز، لا نريد أن ننفق على همومنا من المال، فلننفق على همومنا من وقتنا، يعني لأن هذه مسألة مهمة. نحن لامسنا، يعني اعتدنا أن نجتمع هنا في كل مراكز الاجتماعات، اللقاءات الجالية. تعودنا أن نلتقي لفرح أو لحزن أو لوجبة ندعى إليها، ولكن ما دعينا إلى هموم لكي نناقش هموم. فلتكن هذه البداية. أنا صراحة أتقدم بالشكر الجزيل لأستاذنا الأستاذ عبد الجليل، وأرجو أن لا يكون هذا العمل يتيما، وأن ننظمه. وما شاء الله هنا يعني حضر كلة طيبة، ونأمل أن نجد آخرين في الفترة القادمة. ونحن مسرورون أنه يوجد بجانب المركز الأخ جميل قريب جار المركز، وأستاذنا الدكتور عبد الله أيضا قريب منا، يعني بيننا وبينه صوت، نرفع أصوات. إذا رفعنا الصوت ممكن يسمعنا في وينزر. هذا ما أردت قوله، وأجدد الشكر والتقدير لكم جميعا، والسلام عليكم. أحب أقول شيء، اسمح لي. شكرا لك. الأستاذ علي من خيرة أذكر في أيام البرامج اللي كان يقدمها في التلفزيون اليمني، يشكر الشباب أنتم ما تعرفون ما شاء الله في المرور، المهم، وهو مثقف وهو سيساهم في هذا. لكن يا إخوة، أنا أبرئ ذمتي أمام الله، الحياة قصيرة. أنا الآن موجود ولا أريد منكم لا جزاء ولا شكورا. مستعد أعطيكم حلقة تلو حلقة شئتم أسبوعيا، أنتم ومن يرغب، أنتم حددوا. وفي أي فن من علوم الشريعة الإسلامية، في أي فن من علوم، حتى اللغة العربية تعتبر من علوم الشريعة الإسلامية. وإذا أردتم فعلا أن تفهموا دينكم، وما بقول لك بدخلك بطلعك مفتي، لا، أحاول أن أختصر الأمور لكم لتفهموها وتعلموا وتدركوها، ثم كيف توظفوها في حياتكم، كيف توظفوها في حياتكم، كيف تنفعوا الناس. بالمناسبة أنا ما أدعوكم تروحوا تدعوا الناس للإسلام، لا، أنتم مثلوا السلوك الذي جاء به الإسلام بس، والناس سيدخلون الإسلام. مثل السلوك. أنا مستعد متى ما أردتم، اجتمعتم بهذه الثلة المباركة وأضيف لكم، حددوا الوقت. ويعلم الله هذا الرجل جزاءه الله خير، يعني جاء لي إلى وينزر، يكفي أنه احنا نعيش في الغرب ماديين، سنت يحاسبك عليه، فهو الرجل بيشتروا سيارته وسيارته ووقته، وجاء استضافته اليوم، سوى لنا عزومة حاتمية وكل شيء، ومن أجلكم أنتم. فأي وقت تريدون هو فقط بلغوه، وأنا موجود وتحت أمركم، وسأعلمكم العلم الذي سأسأل به أمام الله. هذا المجد. والحمد لله معكم أيضا الأستاذ جميل، إذا أردتم هو موجود، فنحن تحت الأمر. فلا تقولوا سوى محاضرة وذهب، مستعد في أي وقت تريدون وفي أي موضوع. أنتم أثرتم مواضيع مهمة، الوقت لا يسمح بها، لكن نحن عندكم إن شاء الله. وشكرا. أنا أشكر الأستاذ علي منصور على هذه المقابلة اللطيفة، والحقيقة
بالنسبة للمركز الثقافي اليمني الأمريكي، هو أسس لغرض الثقافة والفكر. طبعا المركز الثقافي اليمني الأمريكي هو منظمة غير ربحية، منظمة خيرية، لكن نتيجة قلة الندوات والثقافة الأنشطة هنا وبالذات الأنشطة الطوعية تتطلب إلى ناس عندهم الرغبة في التطوع وفي الدفع بهذا الأنشطة. مثل ما ذكر الأستاذ الدكتور عبد الله، الناس ينشغلون في هذا البلد في الجانب المادي، يصبح الجانب الثقافي والفكري يعني حاجة إضافية وليست أساسية. المركز هو منبر حر لكل الأفكار وكل التصورات التي يراد طرحها، لأن الأساس الله تبارك وتعالى طرح حوار في القرآن الكريم بين الله وبين الشيطان. فالحوار أساسا للتفاعل وإيجاد الأفكار والخروج إلى حلول والمكاشفة وتقريب الآراء واستخلاص الشيء المفيد للناس، أي ناس كانوا، المسلمين، المسيحيين، البوذيين، أي ناس كانوا، لأن الإسلام أساسا هو رحمة للعالمين، العالمين، الحيوانات، الزواحف، الطيور، الجن، يعني الكفار، النصارى، اليهود، رحمة للعالمين، ولم يخصص المسلمين أو يخصص فئة معينة. ولهذا المركز يرحب فيكم ويرحب بالشباب. هذا المكان موجود، أي مجموعة أو إخوة أو فريق يريدوا أن يقيموا أي نشاط، هذا هو مائدة ممدودة للجميع. صحيح أن المركز الثقافي مر بنكسات ومر بصعوبات، وهذا أمر طبيعي جدا، لكن أنا أريدكم أن تكونوا أنتم أعضاء ورسل هذا المركز. والشيء الأهم من هذا هو كيف نستطيع أن ننفذ إلى الجيل الثاني من اليمنيين الأمريكيين، وكيف نستقطبهم لأن يأتوا إلى هذه الأماكن والحواضر. صحيح يجتمعون في المسجد ويجتمعون في أماكن أخرى وفي الأعراس والأفراح والأتراح، لكن أن يكون هناك حاضنة تناقش مثل هذه القضايا، هو هذا الذي نريد أن نسلط عليه الضوء. شكرا لكم على مشاركتكم، وأشكر مرة أخرى الأخ تميم اللي غطى هذه النشاط والندوة، وأشكر مساهمتكم وأسئلتكم اللطيفة، وإن شاء الله ما تتركوا المكان، نجلس ونتحدث ونأخذ ونعطي، وإن شاء الله المرة الأخرى نعطيكم أنتم الفرصة تختاروا كيف تكون الندوة، أنتم الذي تبادروا بطريقة الندوة كيف تدار، ما هو الموضوع الذي نريد أن نطرحه، ما هم المتحدثين، كيف أيضا نأتي بأكبر عدد من الناس. أعمل جروب واتساب واقترحوا فيما بينكم. شكرا لكم مرة أخرى، وعندكم القهوة والشاي والأشياء هذه، لا تتركوا أي شيء. الله صورة جماعية.